وطبعا على رأس العارضة الفنية للمنتخب. ومن أي قصة توقفنا في الحديث عن التغيير الشامل في المنتخب أو النسبي قياسا بالأهداف المسطرة والاستحقاقات معنويا. بالنسبة إلينا هناك أهداف أكيد. ما فيش مدرب الآن، ما فيش أهداف سطرت في عقد المدرب، ولكن واضحة الأهداف المستقبلية بالنسبة لنا كجزائريين وتمنياتنا. هناك كأس العالم وهناك قبلها كأس إفريقيا للأمم بالمغرب تعد أيضا تحدي كبير بالنسبة لنا بما أنها ستلعب في بلد شمال إفريقيا. صحيح اليوم عندنا تحديات كبيرة، وأظن أن الاستحقاقات القادمة سوف تكون جد 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 مهمة بالنسبة للجزائر والجزائريين، خاصة فيما يخص تأهل كأس العالم إن شاء الله. نحن لو ما تأهلناش بتقريبا 10 منتخبات يعني سوف لن تكون نكسة، سوف تكون يعني ونظن المعطيات تغيرت نوعا ما إن شاء الله. لا المعطيات تغطيت كثيرا. المعطيات تغير أن لما شاهد منتخب غينيا صحيح يجب التخوف. نعم. يجب التخوف. نعم. ولكن اليوم لهذا قلت لك لا أظن أن الناخب الوطني الجديد سوف يعمل على إحداث ثورة وربما إحداث ثورة في طريقة العمل، ربما في طريقة تسيير المنتخب الأول. نتمنى أن تكون أحسن. هذيك طريقته نتمنى تكون أحسن أيضا. تكون باسكو علاش كل واحد عنده كما يقول لك طريقة عمله وكذلك عوامل النجاح. عوامل النجاح كل واحد كيش يتصورها. الرئيس القديم والرئيس الجديد كل واحد واش عنده في راسه عوامل النجاح، وكل واحد أنت تتحدث مؤمن عفوا على عوامل النجاح. موجودة عوامل النجاح الآن في المنتخب أكيد، لأنه عوامل النجاح أيضا تتحكم في خطة العمل وطريقة العمل بالنسبة لبعض المدربين. أكيد أخي حسام، اليوم لما نتحدث على عوامل النجاح، ما هي عوامل النجاح؟ يجب أن نكون لدينا ثقة كبيرة في النفس، ثقة في العمل، أخذ القرارات الجيدة، عدم التسرع والدخول في نفق مظلم لأننا تسرعنا في بعض القرارات. ولكن لما يكون عندك منتخب قوي، منتخب كبير كمنتخب الجزائر، اليوم تتحدث لي على لاعبين يلعبوا في البريمير ليج، يلعبوا في الليغا، يلعبوا في البطولة الفرنسية، يلعبوا ليغ دي شامبيون، يلعبوا ليغا أوروبا، يلعبوا كونفيرونس ليغ. واش تحب يزيد يلعب لك؟ واش تحب؟ ولكن المجموعة الجوار خير ما هذو. منين تروح تجيب جوار تاع ناسيونال تقول لي وقيل العب؟ ألا تعتقد أنه في أسماء يعني تراجعت نوعا ما مؤخرا؟ اليوم عامل السن أيضا كما قال فاروق أيضا. عامل السن لأنه نحن حتى تفهمني جيدا مؤمن، نحن نتحدث عن نظرة مستقبلية عن منتخب يعول على الذهاب إلى كأس العالم إلى 2026. نعم. فما فوق. أكيد فيه تغييرات راح تكون، فيه ورشات عديدة، ورشة على الجهة اليمنى، ورشة في وسط الدفاع، ورشة في الهجوم. على الجهة اليمنى لازم نصيبوا واحد مليح كيما عطال ولا خير معطال. على الجهة اليسرى جيتون غير مقنع. لا جيتون مثلا ليس غير مقنع. عندك واش كاين درك نصيبوا خير، ما كاش خير. اعطيني واحد خير من جيتون يا اخي. هكذا تقدر تقول لي يلعب فالدر بريمن، واحد ما شاف فيه غير. لا هذاك فيرس معليش هذاك ثاني كبير شويه، عنده وقت دو طروا او يلعب او يلعب سي ان ميليو اكسونتري دروا. اسمع الفريق سي ان ميليو اكسونتري دروا كيما ليريس. مؤمن الفريق الوطني نقول لك غير هذه وعاود ترجع الكره. الفريق الوطني تقدر تجيب جوار تستعمله شهرين. واحد رايو هذه نحترم رايك. ممكن واحد اللي راه اون فورم في عمره 35 ولا 40. انا نحترم رايك، انا اللي جايك، انا اللي نترايك فاروق. سي لو جوور لو بليس اون فورم. هذا ما كانش. انا معاك. حبيت نعطيه لك في وسط الميدان مثلا، كاين لاعبين يقدروا يغردوا. سفيان فغولي نقدر نجيب هذاك اللاعب اللي ما داش الكاس افريقيا. حماد عبد اللي في لاطاك نقدر نستنجد بوسمو فريد الملاني، راه يلعب مليح في اونجي. ما قلتش قادري اللي راني جاي قادري لي اون سيليكسيون. نو اسمح لي، قادري عبد القهار قادري هو المدرب هو اللي يجيب. حنا كل واحد يمد رايو. صح. انا واش شفت عيني قادري لي اكي. Je ne reviendrai jamais à d'autres joueurs qui ont eu leur chance. Plusieurs fois, ils n'ont pas prouvé. Ça, c'est tout à fait logique. Ils n'ont pas de match référence. Pourquoi ne pas donner à un autre une chance? هذه هي السبه اللي قتلتكم. بالك انتم في لا سيليكسيون، بالك فاروق بالقايد ان نيميرو 6 ولا نيميرو 8 ما يتنحاش، وفاروق يروح يدير ستاج ويدخل. انا جامي مثلا على بالو هو كان ايوا على صح، هذه حقيقه. الصحافه هي اللي علاش ماشي صح؟